قبل الهدف الثالث كان في التحام في نص الملعب من لعيب الزمالك على لعيب سموحه، واللاعب وقع زي ما احنا ما شفناه كده هوت في المباراه. وبعد كده الحكم وقف على انه هو بيراجع اللعبه. طيب، اول حلقه هنشوفها مع بعض هنا لعيب الزمالك كان بيطلب بضربه جزاء. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي هنا كتف في كتف ومفيش اي التحام قوي يستاهل ضربه الجزاء. فطبعا هنا قرار الحكم انه ما يحسبش حاجه قرار صحيح، واكد عليها كمان حكم الفار. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا الحكم حسب فاول على لعيب سموحه. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب الزمالك هو اللي بيستخدم اليد في وش لعيب سموحه زي ما احنا مش شايفين مع بعض. طب هل في اي التحام من لاعب سموحه مع لعيب الزمالك؟ مفيش اي التحام. يعني هنا لعيب الزمالك هو اللي بيستخدم اليد، وبعد كده وقع الحكم حسب فاول على لعيب سموحه. طبعا هنا قرار الحكم قرار خطأ. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطأ على لعيب سموحه. نشوف مع بعض كده هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب الزمالك، وهنا استخدام اليد موجود والخطأ صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطأ على لعيب الزمالك. هنشوف مع بعض كده هتلاقي فيه التحام بقوه على قدم لعيب سموحه. هنا الحكم حسب المخالفه. لعبه زي دي طالما شفتها وحسبت المخالفه لازم يبقى معاه انذار، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحلقه اللي بعديها وهو الهدف الثاني لفريق سموحه اللي لعيبه الزمالك كانت بتطالب الحكم يحسبه تسلل. لما نشوف مع بعض لحظه لعب الكره هتلاقي لعيب نادي الزمالك ده مغطي الدنيا كلها. ما اعرفش بناء على ايه لعيبه الزمالك اعترضت على الهدف دوت. نروح للحلقه اللي بعديها وهو قبل الهدف الثالث لفريق نادي الزمالك. قبل الهدف الثالث كان في التحام في نص الملعب من لعيب الزمالك على لعيب سموحه، واللاعب وقع زي ما احنا ما شفناه كده هوت في المباراه. وبعد كده الحكم وقف على انه هو بيراجع اللعبه. طيب، انت بتراجع اللعبه والفار بيراجع اللعبه، المخرج ما عادهاش ليه؟ علشان حتى المشاهد يتفرج عليها ويشوف هل فعلا تستاهل ان الهدف يتلغي ويتحسب فاول لفريق سموحه ولا ما يستاهلش. لكن معنى ان المخرج ما يعيدش اللقطه ديت يخليك تفكر ان هي كانت فاول على لعيب الزمالك والفار عداها. وطبعا هنا دخلتونا في نقطه شك كان ممكن المخرج يعديها لو جابها من زاويه قريبه. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطأ على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض كده هتلاقي فيه تدخل بقوه على قدم اللاعب، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. الحلقه دي غريبه جدا. يعني هنا لعيب نادي الزمالك واقع على الارض، الحكم بيمد ايديه علشان يقومه. بص بقى لعيب نادي الزمالك عمل ايه بايديه، يعني حركه غريبه جدا، يعني بيزق الحكم بايديه. الغريبه بقى ان الحكم هنا ما خدش اي موقف معاه. يعني اقل حاجه تنده حكم الساحه تقول له اللي هو عمله معاك. لكن معنى ان الحكم يسكت عن حقه برضه يبين لك قد ايه التحكيم بيخاف من لعيبه نادي الزمالك. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطأ على لاعب سموحه. هنشوف مع بعض كده هتلاقي فيه تدخل بقوه على قدم لعيب الزمالك، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه الزمالك وفريق سموحه.